من ساعة ما بدأت أقرأه وأنا عندي مشكلة في الاستمرارية، بتحمس لكتاب معين وبعد كده بقرأه، بس لما بخلص قراءته ساعات بقعد بالشهور ما أقرأش تاني. بس في الفترة الأخيرة بقيت مستمر في القراءة، بقرأ تقريبا كل يوم. وفي فيديو النهارده أقول على 7 نقط ساعدتني في ده. السلام عليكم، أهلا بيكم في فيديو جديد. أول نقطة معانا هي التايم بلوكينج، أو تحدد الوقت اللي هتقرأ فيه بالظبط في اليوم. أفضل طريقة عشان تلتزم بحاجة أنت عاوز تعملها في اليوم إن أنت تحدد لها ميعاد في اليوم ده. الطريقة دي تبان بديهية جدا، بس أنا في الأول ما كنتش بعملها مع القراءة. ده هيبقى أحسن بكتير من لو كنت ناوي أقرأ كتاب وما حددتلهوش ميعاد في اليوم. لو ما حددتش ميعاد للقراءة في اليوم وحطيتها في جوجل كالندر مثلا، هتنسى إن أنت كنت ناوي تقرأ أصلا. فدي كانت أول خطوة معانا، إن أنت تحدد ميعاد محدد تقرا فيه. ده ينقلنا لتاني نقطه، خلي في ميني هابت او عاده صغيره للقراءه. لو قلت مثلا ان انت كل يوم هتقرا ساعتين وحددت ميعاد للساعتين دول في اليوم، فاكيد كل يوم مش هتعرف توفر نفس الساعتين. فاللي بيحصل لما ما بتعرفش توفر الساعتين دول ان انت مش بتقرا في اليوم ده، ولو كانوا كذا يوم ورا بعض غالبا بتسيب عاده القراءه بعدها. هنا بقى يجي دور الميني هابت او العاده الصغيره. الحل في الايام دي ان الواحد يبقى محدد وقت قليل يقرا فيه، ربع ساعه مثلا، ويكون الهدف من الوقت الصغير ده هو الحفاظ على العاده، ونتخلي كل يوم بتقرا فيه حتى لو حاجه صغيره. الفكره دي كنت واخدها من فيديو الباشمهندس علي محمد علي اسمه ميني هابتس، ممكن تشوف لو عايز تعرف الفكره دي اكتر. تالت نقطه، حاول دايما تنهي القراءه على جزء انت عاوز تقراه. في مصطلح في المسلسلات اسمه كليف هانجر، وده ان الحلقه في المسلسل دايما بتنتهي على حدث انت عايز تعرف ايه اللي بعده. بيحصل كده دايما علشان تبقى عاوز تتفرج على الحلقه اللي بعديها. بحاول دايما انقل الموضوع ده للقراءه باني انهي جلسه القراءه على جزء انا عاوز اقراه جدا. ده يخليني عاوز ارجع للكتاب باسرع وقت. يعني لو كنت ناوي اوقف قراءه على شابتر معين انا مش متحمس ليه، بحاول اكمل قراءه واقف على حاجه انا متحمس ليها. ده بيخليني عايز ارجع للكتاب باسرع وقت. رابع نقطه، اول ما تخلص كتاب ابدا في اللي بعديه على طول. زي ان الايام اللي مش بنقرا فيها بتبقى بدايه ان احنا نسيب عاده القراءه كلها، كذلك الايام اللي بنخلص فيها كتاب. وده لان عمليه اختيار كتاب ساعات بتاخد ايام، والايام دي مش بنقرا فيها وساعات بتبقى كفيله ان احنا نسيب عاده القراءه كلها. فعلشان اتجنب الموضوع ده بقيت في جلسه القراءه اللي بخلص فيها كتاب لازم ابدا في كتاب جديد واقرا منه جزء بسيط حتى لو مقدمه. فده هيخليك ما توقفش عاده القراءه علشان تختار كتاب تاني. النقطتين الجايين بيتكلموا عن ازاي ما تزهقش بسرعه من الكتاب اللي انت بتقراه، وبالتالي تسيب قراءته وتسيب عاده القراءه كلها. النقطه الاولى، لو حسيت ان انت مش بتستفيد من الكتاب ما تكملش قراءته. لو فتحت فيديو على اليوتيوب مثلا والفيديو ده كان طويل وشفت منه اول كام دقيقه وحسيت ان انت مش بتستفاد منه، غالبا بتقفل الفيديو ده. الكتب مش بنعمل معاها كده بسهوله، وده لان الشخص بيبقى مستثمر في الكتاب سواء كان شاريه او موفر له وقت علشان يقراه فيه، عكس فيديو على اليوتيوب مثلا. ده غير ان الكتب تحس ان ليها لمعه كده، وطالما ان الكلام مكتوب في كتاب يبقى ليه قيمه اكتر. دي برضه حاجه مش موجوده في الفيديوهات. ده كله بيخلي فرص ان انت تبدا قراءه كتاب وما تكملهوش قليل. بس الكتب زيها زي اي حاجه، في منها الكويس وفي منها الوحش، والمفروض اللحظه اللي تحس ان الكتاب فيها مش بيقدم قيمه تسيب قراءته على طول، لان ده هيبقى مضيعه للوقت. وده زاد كتير بالذات في السنين الاخيره لما بقى في كتب كتير تتعمل علشان ترند معرض الكتاب. كمان ساعات بيبقى في كتب بتدور حوالين فكره واحده، ويكون الكتاب كله تكرير الفكره دي او حشو على الفاضي. فلو حسيت ان الكتاب فيه حشو كتير وبيكرر نفس الافكار ممكن تشوف له ملخص. الملخص ساعتها هيبقى احسن. تاني نقطه، علشان ما تزهقش من الكتاب اللي انت بتقراه، احترم الليفل اللي انت فيه في القراءه. اول ما بدات اقرا كنت بجيب كتب صعبه وابدا اقراها، وكنت ساعات بخلص كتاب كامل ومش بفهم منه اي حاجه، بس كنت ببقى عاوز اقرا الكتاب علشان هو مشهور. بعد كده لقيت ان الاحسن ان الواحد يعرف الليفل بتاعه في القراءه والكتب اللي هو قادر يقراها ويستفاد منها فعلا، وانه يحترم ده. في الوقت ده بقت في كتب كتير بقرا منها شويه، ولما بحس ان انا مش فاهم بسيبها على طول. الموضوع ده هتلاحظه بالذات لو بدات تقرا بالانجلش. هتلاقي كتب انت بتفهمها بسهوله، كتب تانية اللغه بتاعتها بتبقى صعبه ومش بتقدر تفهمها. والاحسن برضو ان انت تبقى عارف ايه الكتب اللي انت ما عرفتش تقراها علشان ترجع لها في المستقبل، بعد كده تشوف هل مستواك في القراءه بيتطور ولا لا. اخر نقطه معانا ودي اكتر حاجه ساعدتني، اقرا كذا كتاب مع بعض في كذا موضوع. في الاول لما كنت باجي اقرا كان لازم اخلي كتاب واحد اللي اقراه، ما ببداش في اي كتاب تاني غير اما اخلص الكتاب اللي انا بقراه. بس المشكله ان كان بيجي اوقات بحس ان انا مش عاوز اقرا في الموضوع اللي انا بقرا فيه ده، فده كان بيخليني اسيب القراءه في الايام دي. بعد كده لقيت ان القراءه مش شرط تبقى في موضوع واحد، ومش شرط كل يوم تبقى عايز تقرا في نفس الموضوع. كمان لو بتقرا كتاب صعب شويه ومحتاج تركيز وانت في اليوم ده تعبان مثلا، غالبا مش تقرا في اليوم ده. بس لو بتقرا كذا كتاب وفي يوم واحد سهل هتعرف تحافظ على عاده القراءه، وغالبا هتلاقي كتاب مناسب لكل الاوقات. فلما تقرا كذا كتاب مع بعض الموضوع بيبقى اسهل كتير. وبقيت احاول دايما ان يبقى في كتاب خفيف وسهل بقراه في الاوقات اللي مش ببقى قادر اركز فيها كويس. يعني دي مثلا لسته بالكتب اللي بقراها حاليا، تقريبا مفيش كتاب له علاقه بالتاني. بس ده الحلو في الموضوع، ان مهما كان المود بتاعي في اليوم ده فغالبا برضه هلاقي كتاب اقراه. كمان لو عرفت توصل لاوديو بوكس او كتب صوتيه هتلاقي الموضوع لطيف برضه، ولو مش قادر تقرا ممكن تسمع، وده هيساعدك تحافظ على عاده القراءه كل يوم. وبس كده، سلام عليكم.